أهلا بكم يا شباب. خلي بالك من اللي هقولهولك، لأن ممكن جدا يكون حصل قبل كده وانت ما خدتش بالك. الأرض مش دايما ثابتة زي ما احنا فاكرين. تخيل معايا يا صديقي إنك ماشي في الشارع عادي جدا، نفس الطريق اللي انت بتمشي عليه كل يوم، مفيش أي حاجة غريبة، وفجأة تحس إن الأرض من تحتك بتتشق وفي حفرة غريبة تظهر من تحتها. حفرة سوداء عميقة ظهرت في لحظة ومن غير أي تحذير. المرعب بجد إن الحفرة دي مش خيال، دي حصلت فعلا وفي أماكن مختلفة حوالين العالم، وفي كل مرة كان السؤال واحد بس: إيه اللي بيحصل تحت الأرض؟ وأول مكان بيظهر معانا حفرة عملاقة هي دولة تركمانستان، وفي وسط صحراء هادية مفيش صوت ولا حياة تقريبا، لكن في مكان هناك الهدوء ده بيكسر حاجز الرعب. حفرة ضخمة مليانة نار، النار دي مش جديدة، دي شغالة بقالها سنين طويلة من غير ما تطفي. القصة بدأت لما فريق من العلماء كانوا بيدوروا على غاز طبيعي، وفجأة الأرض من تحتهم انهارت وظهرت حفرة كبيرة جدا بدأ يطلع منها غاز بكميات مرعبة. الغاز ده كان خطير جدا وممكن يقتل أي حد يقرب منه، فقرروا يعملوا حاجة غريبة. قالوا نولع فيها النار عشان الغاز يخلص في يومين 3. بس اللي حصل إن النار ما اتطفتش، اليومين بقوا شهور والشهور بقت سنين، وحفرة لحد دلوقتي لسه مولعة، والمكان ده اسمه باب الجحيم. ولما تبص جوه الحفرة هتلاقي نار بزاوية كبيرة جدا بتتحرك وبتغلي، وصوتها فيه همس أو زئير، كأن في حاجة بتتنفس من تحت الأرض. ناس كتير زاروا المكان ده وقالوا إن الإحساس هناك مش طبيعي، حرارة عالية وصوت مستمر وشعور غريب إنك واقف على حاجة مش المفروض تكون موجود أصلا. والسؤال اللي بيفضل في دماغ أي حد يشوفها: إزاي الحفرة دي كان المفروض تختفي في يومين وتفضل مولعة لحد دلوقتي؟ وتاني مكان يا صديقي هنحكي عنه النهاردة وهي جزيرة البهاما. بعيدا عن أي زحمة، المية شكلها هادي ولونها أزرق وفاتح عادي جدا، لكن فجأة اللون بيتغير أزرق غامق جدا لدرجة إنك تحس إنك بتبص على فراغ، مش مجرد مية عادية. المكان ده اسمه الدين بلو هول، أو واحد من أعمق الحفر المائية في العالم. شكله من فوق مثالي جدا، دايرة كاملة كأنها مش طبيعية. الغواصين اللي نزلوا جواها حكوا حاجات غريبة جدا، قالوا إن كل ما ينزلوا أكتر النور بيختفي والصوت كمان بيختفي، لحد ما توصل لمرحلة إنك تحس إنك لوحدك تماما، مفيش حاجة حواليك غير ظلام تقيل. والأغرب إن بعضهم قال إنهم حسوا إن في حاجة غريبة بتراقبهم، مش هم شايفينها بس حاسين بيها. إحساس تقيل ومخيف، كأن في حاجة في العمق مستنية. وفي ناس تانية قالت إنهم فجأة فقدوا الإحساس بالاتجاه، فوق بقى تحت وتحت بقى فوق، كأن المكان نفسه بيتلعب بإدراك. وبعض الغطاسات انتهت قبل ما تكمل، مش بس خطر واضح، لكن بسبب إحساس إنك لازم تطلع حالا لأن مش المفروض تكون هناك. والسؤال اللي محدش قدر يجاوب عليه: إيه اللي في القاع تحت كل الظلام ده؟ وهل فعلا في حد وصل لآخره ولا مفيش حد وصل؟ وتالت مكان معانا صديقي وهي دولة في مناطق روسيا، مناطق متجمدة جدا مفيش فيها غير جليد وصمت تقيل. لكن فجأة بدأت تظهر حفرة غريبة وعميقة، شكلها دائري ونضيف بشكل يخوف، كأن حد حفرها بإيده. بس المشكلة مفيش حد هناك ولا في أي معدات ولا أي أثر، بس حفرة ظهرت فجأة. في الأول محدش كان مهتم، محدش فهم حاجة. إيه اللي ممكن يعمل حفرة في الحجم ده؟ في جليد صلب وفي صمت كامل. بعض الناس قالت إن ده ممكن يكون انفجار، بس مش فوق، من تحت، كأن في حاجة كانت محبوسة وبعدين طلعت بقوة ودفعت الأرض لفوق وسابت وراها الحفرة دي. العلماء بعد كده قالوا إن ممكن يكون غاز متجمد تحت الأرض، ولما الضغط زاد انفجر فجأة. لكن التفسير ده ما كانش مريح لناس كتير، خصوصا اللي شافوا الحفرة دي بعينيهم، لأنهم قالوا إن الإحساس هناك مش طبيعي. الهواء تقيل والمكان هادي زيادة عن اللزوم، وكأن في حاجة كانت تحت وطلعت وسابت المكان فاضي. والسؤال اللي لسه موجود: هي دي مجرد غازات ولا في حاجة كانت مدفونة تحت الجليد واختارت إنها تظهر؟ وآخر مكان معانا صديقي وهو مدينة تكساس، في وسط أرض هادية مفيش أي حاجة تلفت النظر غير حفرة واحدة، حفرة عميقة جدا لدرجة إنك أول ما تبص فيها تحس إنك بتبص في لا شيء. المكان ده معروف باسم ديفل
شينكت هول، ومن أول لحظة تقف على الحافة هتحس بحاجة غريبة. الهوا بارد شوية والصمت تقيل جدا، كأن المكان مفصول عن العالم، والظلام جوه الحفرة مش طبيعي، مش مجرد غياب نور، لأ، كأن ظلام بيبلع النور نفسه. وكل ما تبص تحت أكتر تحس إن العمق ملوش نهاية. ناس كتير حاولت تقيس العمق وبالفعل لقوا ليها قاع، لكن الإحساس إن أعمق بكتير جدا. الغريب إن في وقت معين من اليوم، وقت الغروب، آلاف الخفافيش بتطلع من جوه الحفرة بشكل مفاجئ، كأنها كانت مستخبية تحت، تخرج مرة واحدة. المشهد يبقى مرعب، صوت الأجنحة وظلام بيتحرك، وإحساس إن في حاجة جوه عندها حياة، لكن مش الحياة اللي إحنا عارفينها. والسؤال اللي بيفضل، لو الخفافيش دي عايشة تحت، إيه تاني ممكن يكون موجود في العمق ده؟ وهل مثلا مجرد فراغ، ولا في حاجة مستنية جوه الضلمة؟ وما تنساش لو عندك رد على الأسئلة دي يا ريت تكتبها في الكومنتات.